احتضنت مكتبة القباط مساء اليوم بسيدي بالعباس منتدى كتاب من تقديم الكاتبة الصغيرة الناشئة بلقيس مهداوي ابنة ال10 سنوات لمشاركتها بقصة ندبة الغرور والتنمر ضمن الكتاب المشترك حين أزهرت العربية في إنامل الأطفال. المنتدى نظم ضمن فعاليات ملتقى الكتاب في طبعته 60 بحضور عدد من الكاتبات الكبار والصغار. إذن في إطار المنتدى الكتاب في عدده 60 نستضيف الكاتبة الناشئة مهداوي بلقيس، هذه الطفلة الصغيرة التي في عمر ال10 سنوات استطاعت أن تكتب قصة بأسلوب جميل، بأسلوب رائع. شاركت طبعا في مسابقة وكانت من بين اختارت يعني من بين الفائزين لقصتها هذه الجميلة. وأنه هذا العدد كان مميز، أننا حاولنا أن نشجعوا الأطفال الصغار على طبعا حبهم للقراءة والمطالعة، وأنه من خلال فضاءات المكتبة الرئيسية يقدروا تكون عبارة عن جسر للتواصل، تكون عبارة عن مساحة للإبداع والخيال والإنشاء. شهد المنتدى عرضا لمحتوى قصة بلقيس حيث تحدثت عن فكرة القصة ورسالتها أمام الحضور، حيث أن القصة لاقت تفاعلا وإعجابا كبيرين بأسلوب بريء يلامس قيما إنسانية تليق بسنها وموهبتها المبكرة. المنتدى لم يكن مجرد عرض كتاب، بل كان رسالة تشجيع لكل طفل يحمل موهبة الكتابة والإبداع. بمشاركتها لهذه القصة ندبة الغرور والتنمر، يعني إن شاء الله نتمنى لها من خلال هذا المنبر النجاح في هذا المجال الأدبي، هذا المجال الفكري. نتمنى لها أنه تكون أمامها آفاق كبيرة للكتابة والإبداع، ونشوفها لما لا رائدة في هذا في مجال القصة والتأليف. هذا هو يعني المكتبة الرئيسية دائما نشوفوا أننا لحقنا العدد 60 من منتدى الكتاب، وما زالت القائمة متواصلة من كتاب ولاية سيدي بالعباس. نتمنى إن شاء الله يكون المزيد من الأطفال، يعني تكون لنا المزيد من المشاركات. ربما هذه تكون تفتح الشهية للأطفال، تكون عبارة عن تنافس لما لو تفتح الشهية للأطفال يعني الآخرين أيضا للمشاركة والإبداع، ونستضيفهم يعني في فضاء المكتبة الرئيسية وفضاء منتدى الكتاب. كما أكدت إدارة المكتبة أن احتضان المواهب الصاعدة واجب ثقافي، وأن مكتبة القباطي ستظل منبرا مفتوحا لكل قلم جديد. وبينما كانت بلقيس تعرض قصتها بابتسامة واثقة أمام الجمهور، يبقى السؤال: إذا كانت هذه البداية في عمر ال10، فماذا ستخط أناملها في السنوات القادمة؟